فيه نفرح بيه ونشبع بشخصه. يدينا كلمة من خلال عبده وخادمه في هذه الليلة بها نفرح بالرب ونسر بالرب. آمين آمين. فوق الرياسات فوق السلاطين. يلا نبدأ اجتماعنا بالترنيمة الحلوة الجميلة دي. فوق الرياسات فوق الأسماء عمانوئيل. هللويا 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 هللويا. رئيس السلام رئيس الخلاص رئيس الحياة رئيس الإيمان. هللويا 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 هللويا. مجد وإكرام عزا وبهاء قدرة وإجلال لرب الأرباب. هللويا 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 هللويا. إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وسطينا الآن. هللويا 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 هللويا. تعالوا نحن رؤوسنا مرة تاني نصلي. سيد أشكرك من كل القلب. بارك اسمك. وأضرب اسمك لأجل روحك الذي يعمل فينا. لأن الروح الذي يعمل فينا الآن هو الروح الذي أقام يسوع المسيح من الأموات. لك الشكر. بارك اسمك. لذلك تستطيع بروحك يا رب أن تقيم نفوسنا نعم. المتعبة والجليلة. أيوه. نعم يا رب تستطيع بروحك أن تملأنا بالقوة في هذه الأيام الصعبة. اسم يسوع اسم يسوع. ننتظر صوتك في هذه الليلة. يا ننتظر كلمتك يا رب. أيوه. أطلقنا فكر الإيدين. اسم يسوع. ووصلت كلمة الحق بالاستقامة. اسم يسوع. باسم الرب يسوع بارك إخواتنا الحاضرين. يا رب بارك. إخواتنا المتأخرين أيضا يا رب. تعالى بهم في ملء القوة. باسم الرب يسوع المسيح في كل مكان. آمين آمين. الرب هيواصل معانا البركة من خلال أخونا الرائع خادم الرب المبارك الأخ فكري بولس، وهو بيغوص بينا في أدق التفاصيل في الرسالة في الأصحاح نفسه. بيدينا أدق التفاصيل، بيدخل بينا كده إلى أعماق كلمة الرب اللي هي بتشبع وبتعزي. نصلي في قلوبنا ان الرب يديله قوة في الانسان الباطن في هذه الليلة، يكلمنا بكلمة الحق بالاستقامة. تفضل يا خادم الرب. ما زلنا في رسالة غلاطية، وما زلنا في الإصحاح الأول، وإحنا أخذنا لغاية عدد 15. اللي قال 10 هو أخذنا لغاية عدد 15. لكن النهاردة هنبدأ من عدد 16. لكن نظرا لأن عدد 15 مرتبط بعدد 16 هنبدأ القراءة من أول عدد 15. والمهندس سمير عزيز هيجي يقرأ لنا من 15 لنهاية الإصحاح. غلاطيا الإصحاح الأول ونبدأ من عدد 15.
ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر بين الأمم للوقت، لم أستشر لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية، ثم رجعت أيضا إلى دمشق. ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب، والذي أكتب به إليكم هوذا قدام الله إني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سوريا وكليكية، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيه. الرب يبارك فرصة. الرب يبارك هذه الكلمة المقدسة. واحنا عارفين ان رسالة غلاطية هي رسالة حربية ما فيهاش تحيات، رسالة حربية ثورية. ليه؟ لأن ظهر معلمين كذبة ينادوا بأنه لا يكتفى بالإيمان بالمسيح للخلاص، ولكن يجب أن يضاف إليه ممارسات أخرى، يعني خلاصهم يبقى غير كامل إذا أمنوا بالمسيح فقط. فدي يعني تعليم فاسدة، والرسول بولس يعالج في هذه الرسالة التعاليم الفاسدة. ومارتن لوثر كان بيحب الرسالة دي جدا، وكان بيقول عنها إنها رسالة النعمة التي نشلتني من النظام الجسدي إلى الإيمان الحقيقي بشخص الرب يسوع. احنا درسنا قبل كده الإصحاح الأول لغاية عدد 15، لكن هنجيبه تاني لارتباط عدد 15 بعدد 16. عدد 15 مرتبط جدا بعدد 16. عدد 15 بيقول ولكن لما سر الله، يعني الله مسرور، الله مبسوط، الذي أفرزني من بطن إيه؟ من بطن أمي. لكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي فهو ودعاني بنعمته. فالله كان مسرور، يعني إني بولس الرسول هيبقى يعني مبشرا وكارزا باسمه لما سر الله. احنا لما اتكلمنا عن ان الله سر، يعني بان بولس الرسول يعني في كذا حاجة حصلت علشان الله مسرور بيها. اول حاجة الله رسم له خطة، والخطة نتيجة محبة الله الفائقة. هذه مسرة الله كانت على مستوى الأنبياء. احنا قلنا قبل كده يعني ان مستوى الأنبياء زي ما دعا أرميا من بطن أمه دعا كمان مين؟ بولس من بطن أمه. كمان في هذه الآية يقول لأبشر بين إيه؟ لأبشر بين الأمم. يعني بولس كان مختص بالتبشير بين الأمم، يعني كان اختصاصه أنه التبشير بين الأمم، لأن دي خطة الله الأزلية. هل في العهد القديم كان في إعلام بالتبشير بين الأمم؟ نعم، كان في إعلام بالتبشير بين الأمم. يعني الله قال لإبرام في تكوين 12:3 قال لإبرام إيه؟ وأباركك وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك وتتبارك فيك إيه؟ جميع قبائل الأرض. يبقى إذن كان التبشير بين الأمم في خطة الله منذ الأزل، في خطة الله منذ الأزل. طيب مرة في إشعيا تاني الرب بيتكلم في سفر إشعيا، في إشعيا 42:6 قال أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب وإيه؟ ونور للأمم. يبقى إذن في أهو إشارة إلى الأمم في العهد، إشارة إلى الأمم في العهد القديم. وكمان بعض أفراد من الأمم في العهد القديم
ذكروا في سلالة شخص الرب يسوع. انتوا فاكرينهم طبعا، رحاب الزانية ورعوس المؤابية، هم دول بقوا جدات، وهم الاثنين من الأمم، مش من يعني هم الاثنين من الأمم. جاء الرب يسوع بعمل ايه؟ قالوا الأمم واليهود جسد الكنيسة، الأمم واليهود جسد الكنيسة، فأصبحوا جسدا واحدا. نقرأ أفسس 3:6. في أفسس 3:6 مكتوب: ويصالح الاثنين في جسد واحد. أفسس 3:6، لا أفسس 3:16 يبقى ويصالح الاثنين في جسد واحد بالصليب. سوري، أفسس 2:16. أفسس 2:16. سوري، أفسس 2:16. ويصالح الاثنين في جسد واحد بالصليب. وفي أفسس 3:6 بقى: الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح يسوع. يبقى إذن في العهد القديم الأمم يعني كان في نبوات عنهم أنهم يدخلوا في عهد مع الله، وفي العهد الجديد اتفتحت الأبواب لليهود والأمم، لأنه هكذا حب الله إيه؟ العالم كله، أمم ويهود. نيجي بقى العدد 16، نقرأ عدد 16 مع بعض. عدد 16: أن يعلن ابنه فيا، أن يعلن ابنه فيا لأبشر بين الأمم للوقت لم أستشر لحما ولا دما. الآية دي لوحدها هتاخد غالبية الخدمة، وبقية الآيات تاريخية هتبقى يعني، لكن الآية دي آية غنية جدا جدا جدا. أول حاجة إيه؟ أن يعلن. يا حلاوتك يا بولس، يا جمالك يا بولس. يعلن مين؟ يعلن ابنه. هل الابن يعلن لكل المؤمنين؟ لا، يعلن لكل المؤمنين. امال انت امنت ازاي؟ يعلن يعني يعلن فالابن هو معلن فينا. الابن هو معلن فينا، يعلن ابنه فيا. كل واحد يقول يعلن ابنه فيا. نقول مع بعض: يعلن ابنه فيا. هل يجي سيرة الابن ونسيبها كده؟ على الكتاب المقدس كله من أوله لآخره بيتكلم عن الابن من أوله لآخره. يبقى نقدر نذكر الكتاب المقدس الليلة؟ نذكر لمحة بس. اللمحة دي هنجيبها من إنجيل يوحنا الإصحاح الأول، لمحة عن الابن من إنجيل يوحنا الإصحاح الأول والعدد الأول، وبعدين نشوف كم عدد بعد كده. الإصحاح الأول من العدد الأول: هذه في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. خلينا في الآية دي. الآية دي فيها 3 حقائق جوهرية لاهوتية إلهية، 3 حقائق جوهرية. احنا بنقول ايه؟ يعلن مين؟ ابنه. نسيب ابنه كده؟ ده احنا مهمتنا ابنه، احنا حبيبنا ابنه، ولسه يعني ابنه، ولسه فيا كمان. فيا دي فيها قصة تاني. فيعلن ابنه يعني الابن هو الابن الأزلي. في البدء كان الكلمة، معناها الأزل، البدء الذي لا بدء له. يبقى أول حقيقة في الآية دي الابن هو الايه؟ الابن الأزلي. والكلمة كان عند الله. الكلمة كان عند الله اقنوم الابن. معنى الكلمة كان عند الله يعني الابن كان عند الله، فده اقنوم الابن. واحنا عارفين ان الاقنوم شخص متميز لكن غير منفصل. الاقنوم شخص متميز لكن غير ايه؟ غير منفصل. فلما يقول والكلمة كان عند الله يعني الأقنوم، الابن أقنوم متميز لكن غير منفصل. ده الحقيقة الثانية. احنا بنتكلم على الابن. وكان الكلمة الله.
يعلن ان الكلمة هو ايه؟ هو الله. يبقى اذا الابن هو ازلي، الابن اقنوم الهي، الابن هو الله. نجيب عدد 3 يوحنا 1:3. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان. يقول الابن هو ايه؟ هو الخالق. الابن هو الخالق، كل شيء به كان. وفي عبرانيين 1 بيقول ايه؟ به عمل العالمين. الكون كله اتعمل بمين؟ بشخص الرب يسوع، بشخص الرب يسوع. ده الابن، ده الابن. نجيب كمان في نفس يوحنا العدد 4، يوحنا الإصحاح الأول عدد 4. فيه كانت الحياة والحياة نور للناس. فالابن مصدر الحياة، مصدر الحياة الأبدية هو شخص الرب يسوع. مصدر الحياة هو شخص الرب يسوع. ومصدر النور هو مين؟ هو شخص الرب يسوع. هو قال ايه؟ انا نور ايه؟ انا نور العالم. هو طبيعته نور من نور. مكتوب في مزمور 104 اللابس النور كثوب. هو طبيعته نور. لكن يا جمال، يا جمال شخص الرب يسوع، حلاوة الرب يسوع، عكس نوره علينا. فقال أنتم نور إيه؟ أنتم نور العالم. عكس نوره علينا. ويا جمال شخص الرب يسوع إنه عايزنا ننور كمان قدام الناس، ننور نوره قدام الناس فيروا أعمال. يعني إحنا أول حاجة هو نور، تاني حاجة عكس نوره علينا، ثالث حاجة يظهر نوركم قدام الناس فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. فالابن هو الأزلي، الابن أقنوم إلهي، الابن هو الله، الابن هو الخالق، الابن هو مصدر الحياة، الابن هو مصدر النور. عدد 14 يوحنا الأولى عدد 14. والكلمة صار جسدا. الابن شاركنا في الإنسانية، شاركنا لما خلصنا، يعني توقف على انه يفدي نفسه نيابة عنا، شاركنا في الإنسانية وأسلم نفسه لأجلنا. المسيح أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. كمان نشوف في نفس الإصحاح عدد 17. وأما الناموس بموسى أعطي، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح سراء. يبقى هو مصدر النعمة، ويبقى مصدر الحياة، مصدر النور، مصدر النعمة. وبعدين يكمل عمل الابن بعدد 29 في هذا الإصحاح، الإصحاح الأول عدد 29. ويجي يوحنا المعمدان ويقول إيه؟ هوذا هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لك المجد يا رب، لك المجد. يبقى يعني مش ما بقولش أي كلام بولس، أن يعلن ابنه فيا. الابن ده لمحة، احنا خدنا لمحة، لكن الكتاب المقدس يتكلم عن أمجاد الابن وكمالات الابن. يقرأ الكتاب المقدس واستمتع بالابن. احنا خدنا يعني جزء، يعني بعض الآيات، بعض الفقرات من إنجيل يوحنا، لمحة عن إيه؟ لمحة عن الابن. لكن الأجمل من كده يعني يقول يعلن ابنه إيه؟ فيا. يعلن ابنه، مش ما ليا، إنما يعلن ابنه فيا. يعلن ابنه فيا. يعني قلب بولس الرسول مملوء بشخص الرب يسوع، وقلب كل مؤمن عارش لشخص الرب يسوع. هات الآية الحلوة دي، أفسس 3:17. ليحل المسيح بالإيمان في، يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، في قلوبكم. فالرب يسوع هو فينا. زي يعني بولس الرسول بيستمتع بشخص الرب فيه. عارفين هو قال ايه في غلاطيا 22؟ هتيجي بعدين، والآية دي هتاخد مننا وقت كتير. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. بل المسيح يحيا ايه؟ فيا. غلاطيا 22.
غلاطيا 2، غلاطيا اصحاح 22. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. نحن في المسيح أمام الله. إحنا في المسيح، إحنا جوه المسيح أمام الله. يرانا الآب السماوي، مش يشوفنا إحنا، يشوفنا وإحنا جوه المسيح، يشوف المسيح وإحنا جواه، يبقى يرانا بلا عيب. وإحنا فينا عيوب ولا لا؟ ده إحنا كلنا. لكن شكرا يا رب، شكرا يا رب، بموجب شفاعته يحفظ بنوتنا ويحفظ كمالنا ويحفظ قداستنا أمام الآب السماوي. شكرا يا رب. فنحن في المسيح أمام الآب السماوي، يرانا الآب السماوي بلا عيب. المسيح فينا قدام الناس، ودي مش قادرين نطبقها، مش قادرين نطبقها بالظبط، مش قادرين. ربنا يساعدنا. يروا أعمالكم الحسنة، يروا فيكم المسيح، يروا فيكم المسيح. في قصص كتير بتعبر عن الموضوع ده لكن الوقت لا يسمح. فهو ايه هنا يعني احنا خدنا كلمتين بس من الآية رقم كام؟ رقم 16. أن يعلن ابنه فيا، يعلن ابنه فيا. فخدنا عن الابن وخدنا عن كلمة فيا، كان كلمة فيا. لأبشر بين الأمم. أبشر بين الأمم يعني أنا قلتها على أساس هي من العدد اللي قبله، لكن هي تنطبق على العدد ده، معلش يمكن حصل في يعني أبشر بين الأمم. احنا قلنا إن التبشير بين الأمم جاي من العهد القديم، جاي من العهد القديم، جاي من أيام إبراهيم، أباركك وأبارك لعنيك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وجاي في إشعيا أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعوب. واحنا قلنا كمان ان من سلالة المسيح رحاب الزانية ورعوس، والاثنين دول كانوا من الأمم. وقلنا كمان ان الرب في الصليب يصالح الاثنين في جسد واحد بالصليب قاتلا العداوة به. ومعنى الاثنين معناها اليهود والأمم. وبعدين بقيت الآية بتاعتنا آية 16 للوقت لم أستشر لحما ولا إيه. طب هل يعني إحنا عايزين نستفيد؟ الدراسة دي الغرض منها استفادة، مش نقول معلومات وخلاص. هل نضيع نسيب كلمة للوقت دي ولا نشوفها؟ لا نشوف للوقت. إيه معنى للوقت؟ الوقت يا حبايب جزء من حياتنا. الوقت ده جزء من حياتنا. إذا ضيعناه نضيع جزء من حياتنا، وإذا استخدمناه حسنا نبني حياتنا. حتى الشاعر بيقول إيه؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ده الشاعر العربي بيقول كده. ففعلا الحياة هي دقائق وثواني محسوبة. الوقت وزنه أعطاها الله لنا، وهي هبة ثمينة أعطاها الله لنا. أعطاها الله بدون هدف كده، لا، لتحقيق أهداف عظيمة. الوقت أعطاها الله لنا لتحقيق أهداف عظيمة. فتعلن كلمة الله في أفسس 5:16. الآية دي حلوة جدا. مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. مفتدين الوقت. قالوا أن كلمة الوقت في هذه الآية بالذات تعني عمر الإنسان. والبعض قال كلمة الوقت لأنها معرفة تعني مدة محددة من الزمن أيا كانت معناها، لكن لابد أن نفتديها. إيه معنى نفتدي الوقت؟ معنى إيه نفتدي الوقت؟ إحنا أبناء لله ولا عبيد؟ أبناء. يبقى نسلك كأبناء لله. ينبغي أنه كما سلك ذاك نسلك نحن أيضا. يبقى لازم نسلك كإيه؟ كأبناء لله. العالم ظلمة، ولسه بنقول أنتم نور فليضيء نوركم هكذا قدام الناس. فنسلك كنور وسط ظلمة العالم. العالم فيه ضلالات كثيرة، وما أكثر الضلالات المنتشرة. اللي تغلب بيه العب بيه. العقل يحل محل الكتاب المقدس، ودي اللغة ماشية وسط الشباب بطريقة غير عادية. احنا عندنا عقل يلزم الكتاب المقدس، ده موضة قديمة.
لا يا حبايب، لا يا حبايب، يعني المؤمن هو كلمة حق وسط ضلالات العالم. ادي معنى كلمة مفتدين الوقت، تعلن الحق يعني وسط ضلالات العالم، تنتهز كل فرصة لمجد ايه؟ لمجد المسيح، تنتهز كل فرصة لعمل الخير. الديانة النقية الطاهرة هي افتقاد اليتامى والأرامل في ثقتهم. امال يعني انت مؤمن أونطة كده ولا مؤمن؟ المحبة معروف، المحبة مش محبة بس، المحبة تغفر وتقبل وتفعل الخير، ادي معنى المحبة. انما المحبة مش مجرد كلام، مش مجرد كلام. يبقى ايه ده؟ افتداء الوقت. افتداء الوقت يعني نحيا حياة القداسة، كونوا قدسين كما أنا قدوس. افتداء الوقت نحيا حياة الاستعداد لمجيء الرب. كل ده في دايرة افتداء الوقت. وفي آية حلوة ملخصة للكلام ده كله في لب 2:15. في لبي 2:15 حلوة أول الآية دي: لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تعيشون بينهم كأنوار في العالم. أدي افتداء الوقت، أدي افتداء الوقت، أدي افتداء الوقت، أدي افتداء الوقت. لكن هقول لكم خبر يطمن قوي، خبر حلو قوي، خبر جميل. يعني إذا كنا ضيعنا الوقت في الماضي وإذا ضاعت مننا فرص كتير، لا تيأس. احنا في عهد النعمة، لا تيأس. يعني احنا جاز ضيعنا وقت كتير في الماضي، لكن لا تيأس. علينا أن نبذل كل جهد ونستغل كل لحظة بدون كسل. نبتدي بقى نستغل بدون لحظة، يعني ما نفوتش. يعني موجود مثلا عن أهل برية، يعني كانوا يقبلوا الكلمة بنشاط وباجتهاد. موجود عن الصلاة، كان الرب يسوع يصلي بأشد لجاجة. لكن انت تقول ده شخص الرب يسوع، لكن في واحد اسمه أبو فراس كان في كلوس 4. يعني أبو فراس واحد منكم، واحد مننا، مجاهد في الصلوات لأجلكم. ادي معنى ايه؟ ادي معنى الجهاد. يعني انت تطمئن انك انت تجاهد الفترة اللي باقية، ما تضيعش وقت. الخبر الحلو اذا كان ضاع منك الوقت قبل كده، الرب يقول لك ما تضيعش الوقت دلوقتي، استغل الوقت، استغل الوقت دلوقتي، استغل الوقت دلوقتي. يعني ما تضيعش الوقت. يعني في آية كده يعني تحس انها كما لو كانت نكتة مثلا، لكن لا، الكتاب ما بيقولش نكت. لكن في أمثال 26:15: الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه. يعني شوفوا كسلان قد إيه. يعني ده الكتاب اللي بيقول كده. فالمؤمن ما يضيعش الوقت، حط اللقمة في بقك. الكسلان يعمل إيه؟ يخفي يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه. يعني واخد بالك، احنا علينا يا حبايب ما نضيعش الوقت. هنا بولس الرسول بيقول ايه؟ وللوقت. عارف معنى للوقت؟ يعني معناها فورا. للوقت يعني مبادرة، يعني سرعة، يعني نشاط، يعني إتمام مسرة الله وتلبية دعوة الله. للوقت. وللوقت جات على بولس الرسول مرة تانية في أعمال 29. يعني أعمال 29 أول ما آمن بالرب يسوع، في أعمال 29 موجود أيضا: وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. وللوقت يعني بولس الرسول ما بيضيعش وقت خالص. بولس الرسول ما بيضيعش وقت خالص. للوقت بيقول ايه؟ لم استشر لحما ولا ايه؟ ولا دما. المقصود طبعا بكلمة لم استشر لحما ولا دما، يعني المقصود بها يعني البشر، المقصود بها لم يستشر إنسان. فبولس الرسول لم يستشر أي إنسان في إرساليته وفي رسوليته، لم يستشير أي إنسان، ولكن تلقى الإنجيل
من شخص الرب يسوع تماما، تلقى الإنجيل من شخص الرب يسوع. طب ليه بولس ما استشارش حد؟ ليه بولس ما استشارش حد؟ هقول لكم 3 أسباب. 3 أسباب ليه بولس لم يستشير أحد. لأنه بولس الرسول أخذ الرسالة في مادتها وفي خط سيرها وفي قوة عملها وفي التدريب عليها من شخص الرب يسوع. وشخص الرب يسوع قال عنه في أعمال 9:15 لما قال لحنانيا: لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام وملوك وبني إسرائيل. أمام وملوك وبني إسرائيل. هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي. يبقى أول حاجة ليه هو ما استشارش حد؟ لأن خد الرسالة من الرب على طول. ليه هو ما استشارش حد؟ لأن الله أعلن له أسرار لم تعلن لأي رسول آخر. أعلن له أسرار خاصة جدا وكتبها في الكتاب المقدس. أعلن له الكنيسة جسد المسيح، أعلن له الأمم شركاء الميراث لسه بنقول، أعلن له عن الفداء والتبرير والمصالحة والتبني واختطاف الكنيسة. الوحيد اللي كتب عن اختطاف الكنيسة هو بولس الرسول. هو في الآخر معلش عشان الوقت، في الآخر يبقى احنا قلنا أول سبب إيه؟ خد الرسالة أصلا من مين؟ من الرب يسوع، مادتها وسرها والتدريب فيها من الرب يسوع. تاني حاجة له إعلانات خاصة، الرب أعلن له إعلانات خاصة اللي هي الكنيسة جسد المسيح، الأمم لهم حق في الميراث، الاختطاف، كل ده إعلانات خاصة لبولس الرسول وأعلنها وكتبها في الكتاب المقدس. الحاجة الثالثة لا عن كبرياء بل عن اكتفاء. لا عن كبرياء بل عن ايه؟ اكتفاء. هنقول ايه بقى؟ لم يستشر انسان. يبقى لم يستشر انسان عنده كبرياء ولا انا لوحدي؟ لا عن كبرياء بل عن اكتفاء. اكتفاء بشخص الرب يسوع. لو استشار حد يبقى غلطان بحق الله، لان الله اداله كل حاجه. ليه انت تستشير؟ ما انا اديت لك كل حاجه، ليه تستشير حد؟ يبقى غلطان في حق الله صاحب المشورة العليا الذي قال إشعياء 46:10. الرب بيقول كده، بيقول رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. مش احنا بنقول لما سر الله بالنسبة لبولس؟ رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي في إشعياء 46:10. نبتدي بقى الأعداد من 17 ل 24. من 17 ل 24 أعداد كتيرة، ولكن كلها أعداد تاريخية. احنا قلنا الإصحاح الأول والثاني الدفاع عن الإنجيل، الإصحاح الثالث والرابع شرح الإنجيل، الإصحاح الخامس والسادس تطبيق الإنجيل أو الحياة العملية بالإنجيل. فاحنا ما زلنا دلوقتي في الدفاع عن الإنجيل. فغالبية الأحداث اللي هتيجي من 17 ل 24 أحداث تاريخية. الأحداث التاريخية ما بتاخدش وقت زي الأحداث النبوية أو الأحداث الموضوعية أو الأحداث اللاهوتية. ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق. قبل ما ندخل في الآية نشوف إيه هي العربية دي. العربية دي أنا عندي المدام أستاذ التاريخ يعني، فبنرجع للتاريخ. العربية دي هي منطقة صحراوية جنوب دمشق وشمال الجزيرة العربية، وهي تشمل سوريا والأردن وجزء من السعودية وجزء من شبه جزيرة سيناء. ومن سنة، ده تاريخ، من سنة 169 قبل الميلاد لسنة 106 بعد الميلاد كان يحكم هذه المنطقة العربية ملوك اسمهم ملوك الأنباط. الفترة اللي كان فيها موجود بولس الرسول.
فبولس الرسول كان في العربية، وهي جنوب دمشق، قريبة جدا من دمشق، جنوب دمشق وتمتد جنوبا وشرقا زي ما احنا وصفنا كده. فهو بيقول أنا ما رحتش ولا صعدت إلى أورشليم، يعني أنا ما رحتش أورشليم. ليه ما راحش أورشليم؟ لأن راح إلى الجزيرة، مش الجزيرة العربية، راح إلى المنطقة العربية. هو خط سير بولس بعد الإيمان راح دمشق، هو كان في دمشق يوم ما آمن، كان في دمشق، ومن دمشق راح العربية. ما فيش الكتاب المقدس لم يوضح قعد قد إيه في العربية، لكن هو بيقول بعد 3 سنين رحت العربية ورحت دمشق. فهو بيتبادل التواجد بين العربية وبين دمشق. طيب هو راح العربية ليه؟ راح العربية بناء على دعوة إلهية. مش احنا بنقول الله الذي دعاني؟ هو بناء على دعوة إلهية، فلم يصعد إلى أورشليم لتلقي تعليمات من الرسل. هو الرب قال له خليك هنا في العربية، فهو لما راحش أورشليم لتلقي تعليمات من الرسل. امال كان هدف ذهابه إلى العربية إيه؟ هقول لكم 4 أهداف. أول حاجة يكون في خلوة شخصية مع الرب. هو راح العربية معناها المنطقة العربية التي هي جنوب دمشق وقريبة من دمشق، وتشمل جزء من سيناء وجزء من الجزيرة العربية ومنطقة الأردن، وإن كان يحكمها الأنباط في ذلك الوقت. فهو راح العربية بإرشاد من الله ليكون في خلوة مع شخص الرب يسوع، والوجود في حضرة الرب، والتزويد بقوة الروح القدس للخدمة والكرازة. ده سبب. السبب الثاني، الرب دعاه ليعطيه السلطان الرسولي للعمل العظيم الذي ينتظره. هو بقى رسول، الرب دعاه وكان متواجد معاه في العربية. احنا قلنا يعني الأوقات اللي فيها تقابل مع الرب وخد الرسالة، قلنا 5 حاجات هنقولهم تاني النهارده. كمان هو راح العربية لتكون له فرصة للكرازة في المنطقة العربية وفي دمشق. كان يتبادل وجوده بين العربية وبين دمشق. الحاجة الرابعة وهي مهمة جدا، لتكون له فترة تدريب إيجابية. هو قبل كده كان بيتدرب عند رجلي مين؟ غمالائيل ده معلم الناموس. ولاحظوا حاجة، بولس كان معلم الناموس، كسب كل حاجة من غمالائيل، لكن لم يستفد شيئا في الإيمان الحقيقي عند رجلي غمالائيل. ولكن عند رجلي الرب يسوع التدريب الإلهي. الله يدربنا تدريب إلهي ليطلقنا للخدمة، يدربنا. زي مين اللي يفتكر في العهد القديم؟ موسى تهذب بحكمة المصريين. يعني موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا أن يظل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقت بالخطيئة. يا عم موسى، هتبقى فرعون، هتبقى إله؟ لا، بس إيه بقى؟ عايز يمشي بقوته بقى، عايز يمشي بقوته. فراح طلع وساب قصر فرعون وقال لك أنا هدافع عن شعبي، ولقى 2 بيتخانقوا، مصري ويهودي، راح ضرب المصري. يبقى أول حاجة اعتمد على نفسه، عمل عملية قتل، اعتمد على قوته. ربنا قال له بس اهرب بقى للبرية. قعد في الصحراء الأخ موسى كام سنة في البرية؟ 40 سنة. 40 سنة في التدريب، فصار رجلا حليما. والأخ بولس قعد كام سنة؟ 3 سنين. طب التلاميذ قعدوا كام سنة؟ التلاميذ خدوا تدريب من الرب 3 سنين وتلت تقريبا. 3 سنين الرب يدربهم وهم في معية الرب. وبعد كده خدوا 50 يوم تدريب في انتظار موعد الروح القدس ليوم 50. فالتدريب ده شيء ضروري.
فبولس ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت إلى إيه؟ ثم رجعت إلى دمشق. كلمة رجعت إلى دمشق زي ما أنا قلت لكم، هو انطلق من دمشق لأن هو بعد الإيمان كان فين؟ كان في دمشق، ما كان رايح دمشق، فهو انطلق من دمشق للعربية وبعدين ساب العربية رجع إيه؟ دمشق. المدة كام؟ على بعضها 3 سنين. الكتاب المقدس لم يوضح هنا قاعد قد إيه وهنا قاعد قد إيه، ولكن في دمشق عمل إيه؟ نجيب أعمال 9:22. أعمال 9:22. وأما شاول فكان يزداد قوة، ده لسه واخد الإيمان جديد، فكان يزداد قوة. أما شاول وإيه؟ ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح، له كل المجد، محققا أن هذا هو المسيح. لكن في دمشق نجيب آية 9:25. الشيطان هيج اليهود ضده فتشاوروا ليقتلوه، فراحوا منزلينه في ايه؟ معرفش، الظاهر جسمه كان صغير يقال هذا يعني، فحطوه في سبت في مقطف كده كبير ونزلوه بالحبال اهو. فاخذه التلاميذ ليلا وانزلوه من السور مدليين اياه في سل دلين اياه في سبت. نيجي آية 18 و19. آية 18 و19 مع بعض. بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. احنا خلينا في آية دلوقتي ايه 18. بعد 3 سنين احنا قلنا خد 3 سنين تدريب في العربية ودمشق، خدهم مع بعض كده دمشق، وبعدين قال ايه خلاص انا عايز اروح بقى ايه اشوف الاخ بطرس بقى يعني. طيب رايح لبطرس ليه؟ هل ليأخذ منه تعليمات؟ لا خالص، لم يأخذ من بطرس اي تعليمات. كانت اشاعة طلعت عليه ان هو خد التعليمات من بطرس، لا مش رايح لياخد بطرس اي تعليمات، لان ال15 يوم غير كافية لتقديم تعليمات. انت تلميذ، ال15 يوم ما تكفيش، لكن ال15 يوم فرصة مناسبة لعلاقة ودية وشركة محبة بين الإخوة. وذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، وذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. طب إيه رأيكم في لقاء أعظم رسولين مع بعض؟ لقاء حلو ولا لا؟ طب أنا هفرحكم عشان لما نتقابل مع بعض نبقى فرحانين من بعض يعني، واخد بالك؟ لقاء مفرح جدا. أول حاجة لقاء مفرح بين رسولين أحب كل منهم المسيح بشدة، مش بحبوه بحاجة. ده لما تقرأ أنت في رسائل بولس يسوع المسيح ويسوع، كل آية دي باسم المسيح، رائع رائع. فهم أحبوا المسيح بشدة، والمسيح صب فيهم ملء نعمته، ملء النعمة كلها انصبت في الرسولين دول، والرسولين وكل الرسل وكل المؤمنين، بس دول لهم وضع خاص برضه يعني. كمان هو تفتكروا لقاء مثمر ولا لا؟ لقاء مثمر طبعا بين شريكين في الخدمة، ما هم الاثنين بيشتركوا في الخدمة. لقاء بين فرعين في الكرمة، كل واحد فرع في الكرمة ولا لا؟ فرع حي ولا منزوع؟ حي، كل مؤمن فرع حي في الكرمة، فهم لقاء بين فرعين في الكرمة. لقاء بين شخصين لهم هدف واحد مبارك. ايه الهدف ده؟ نلاقيه يعني نلاقيه في كورنثوس الثانية 25. إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، ده الهدف بتاعهم. فهم
يعني لقاء بين شخصين الهدف بتاعهم انهم يسعوا كسفراء عن المسيح. ايه رأيكم الجلسة دي يبقى ريحتها حلوة ولا لا؟ ريحة هذه الجلسة تفيح منها رائحة المسيح الزكية زي ما موجود في كورنثوس الثانية 2:15 لأننا رائحة المسيح الزكية. آخر ملاحظة في اللقاء ده لقاء موحد. اللقاء الموحد هنقف عنده دقيقة كده. لقاء موحد، هل هم فيهم بينهم وبين بعض فوارق شديدة؟ كانت بينهم وبين بعض فوارق شديدة جدا قبل الإيمان، فوارق شديدة جدا قبل الإيمان. شوف مثلا يعني واحد منهم كان جليليا، مين ده؟ بطرس. قرويا، مين ده؟ بطرس برضه. صيادا، مين ده؟ عديم العلم، مين ده؟ بطرس. بطرس ده كان فيه كل الصفات هذه. طب انما بولس كان ايه؟ لا، شوف بولس كان فريسيا، يعني متعلم عند قدمي غملائيل، عالما مثقفا حكيما بالحكمة اليونانية. ايه ده؟ فرق كبير بينهم، فرق كبير جدا. لكن احنا بنقول لقاء ايه؟ موحد. هم الآن في المسيح ليس هناك أثر لهذه الفوارق. في المسيح ما فيش أي أثر للفوارق بين بطرس وبين مين؟ وبين بولس. وبين بولس يعني. طيب حتى بعد الإيمان رسوليتهم في زمان غير الزمان، لأن بطرس كان يعني مرافق للمسيح، لكن بولس ما كانش مرافق للمسيح، فاختلفوا في الزمان وفي المكان. بولس بيبشر الأمم، ده بيبشر اليهود، وفي الأسلوب واحد بيبشر اليهود وواحد بيبشر الأمم. لكن لا يوجد اختلاف في جوهر الرسالة، رغم ان هم مختلفين في المكان وفي الزمان وفي الأسلوب، لكن المنبع واحد والمصدر واحد، شخص الرب يسوع. المنبع واحد. طب هل تفتكر ابتدوا يتجاذبوا الحديث ده 15 يوم؟ أكيد بيتجاذبوا الحديث. يبتدي بطرس ويقول أنا كنت صياد والرب استدعانا أنا واندراوس وجيت وقبلت الرب وقعدت معاه 3 سنين، ويوم الصلب خدت بعضه وقعدت يعني أنكرته 3 مرات، لكن هو جاني زي ما جاني في يوحنا 21. يوحنا 21 يقال إن إنجيل يوحنا آخره 20 وأضيف إصحاح 21 لشفاء بطرس. بطرس ده كان اللي كان هيبقى رئيس وزراء لو المسيح ملك على إسرائيل. فيعني وابتدى يقول حياته كده، وبعدين جاء الروح القدس يوم 50 وقلت كلمتين كده. عزت بطرس قال أحد ما خدش 10 دقايق، لكن ربح فيها إيه؟ 3000. وإحنا نوعظ 3000 ما نربحش واحد. هو عايز 10 دقايق، وهنا الوعظ هنا أقوى من وعظ بطرس. هو وعظة قصيرة جدا، لكن هي بالروح، وعظ بالروح. فابتدى يقول اختباره. بولس قال له لا، ده أنا كنت مجدف وكنت مضطهد وكنت مفتري وياما سجنت ناس وكنت حارس ملابس استفانوس اللي اترجم يعني، لكن الرب تقابل معي وقال لي لماذا تضطهدني؟ يا رب أنا بضطهد الكنيسة، أنت مالك مال الكنيسة؟ قال ما أنا بالكنيسة واحد، ما أنا الراس وهي الجسد. يعني أنت لما تضرب إيدي يبقى الراس ما يتأثرش؟ كله يتأثر، كل الجسد يتأثر. قال له لا يعني. فابتدوا يتجاذبوا أطراف الحديث. ثم بعد ذلك يعني ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لتعرف ببطرس، فعكفت عنده إيه؟ 15 يوما. اللي بعدها ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. يعني دلوقتي ناس تسأل إزاي ما شافش إلا الاثنين دول؟ يقال إن كل الرسل تشتتوا. دول اللي موجودين وقتها ساعة ما راح، اللي موجودين في أورشليم، لكن تشتتوا ينشروا الإنجيل. اللي راح الهند واللي راح
واللي جا مصر واللي راح، يعني راحوا في مناطق مختلفة. ولكني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. يعقوب أخ الرب ده ليه قصة وفي اختلافات حوله. مكتوب إنه يعقوب إيه؟ أخ الرب. هنجيب آية مرقس 6:3. مرقس 6:3. الكتاب في الآية دي اللي هنجيبها فيها إخوة الرب بالجسد. أليس هذا يعني اليهود بيقولوا أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخوه؟ أخو مين بقى؟ عدوا معايا: يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. كم واحد دول؟ 4 ذكور ولا إناث؟ لا 4 ذكور. لا يوسي برضو ذكر. أيوه لأن جاي وأليست أخواته، أدي أخواته دول الإناث، أليست أخواتها هنا؟ هنا في اختلاف. هو مكتوب الكتاب بيقول أخا إيه؟ أخ الرب. والآية بتقول دي إيه؟ إخوة الرب. إخوة الرب. هل إخوة الرب قبل ما نشوف قصة يعقوب، هل إخوة الرب آمنوا بالرب؟ أثناء وجود الرب لم يؤمنوا بالرب. أثناء وجود الرب لم يؤمنوا بالرب. في آية واضحة جدا، يوحنا 7:5. يوحنا 7:5 لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. يبقى إخوة الرب لم يؤمنوا به بالرب، ولكن يعلن الكتاب أنهم آمنوا بعد كده. فيعقوب أخو الرب ده كاتب رسالة يعقوب، ويهوذا كاتب رسالة يهوذا. فإخوة الرب إذن قبلوا الرب. إخوة الرب هم أولاد مين بالضبط؟ اختلفت الآراء. في ناس بتقول أولاد خليفة الرب، وفي ناس بتقول إخوة الرب من يوسف، من زواج سابق بيوسف. يعني أنا هقول يعني دي ما تهمناش، احنا يهمنا ما سكت عنه الكتاب، احنا ما نقلبش في كتير. لكن واحد مثلا زي إيبافانوس أسقف في مدينة قبرص في القرن الرابع بيقول الكلام ده، كاتبه نتيجة دراسة هو قام بيها. بيقول إن يوسف كان عمره 80 سنة عندما خطب العذراء مريم، ويوسف كان له 6 أولاد من زوجة سابقة، 4 ذكور اللي احنا قلنا أسمائهم اللي هم يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعان، وبعدين وبنتين جاب أسمائهم منين؟ نتيجة دراسة، نتيجة تلمود، نتيجة تاريخ، اسمها ماري وسلومة. بيقول إن ال6 دول أولاد يوسف من زوجة سابقة، ويوسف لما خطب العذراء مريم كان 80 سنة. ده إيبافانوس اللي هو قال هذا الكلام، وكثيرين من الأساقفة في العصر الأول قالوا هذا الكلام، مش هو الواحد يعني، واخد بالك. لكن البعض بيقولوا لا، هم أولاد خالة الرب. إحنا يعني نسيب الرأي ده والرأي ده، الكتاب قالوا إنه إخوة الرب ونقف عند كده. هم إيه؟ هم إخوة الرب. هم إخوة الرب. هم إخوة الرب. فأيا كان هم مين، هو إخوة الرب. لكن التاريخ بيقول بقى إيه عن يعقوب؟ استشهد عام 62 بقرار من السنهدرين، قرار يهودي من السنهدرين، وطريقة استشهاده إلقاؤه من جناح الهيكل، فرموه من جناح الهيكل من فوق، ونزل كان سليم لم يصب بشيء. فكملوا استشهاده بالرجم. كملوا استشهاده بالرجم. ده الكلام ده مش موجود في الكتاب، ده ما يقوله التاريخ. وعشان كده هو بيقول ولكني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب، وكاتب أخ الرب. واضحة جدا، كاتب أخ الرب. وإحنا قلنا في مرقس اللي هو ذكر إخوات الرب ال4، وإن يهوذا يعني يهوذا لما كتب رسالته كتب يهوذا أخ يعقوب. فإذا يهوذا اللي كتب الرسالة هو أخو يعقوب أخو الرب. والذي آية 20 والذي أكتب إليكم
هوذا قدام الله أني لست أكذب فيه. اللي أكتب بيه قدام إيه؟ قدام الله دي لا كلمة فيها رهبة، كلمة فيها خشوع، كلمة فيها الإحساس الدائم بوجود الله. قدام الله أنا بحس إن باستمرار أنا قدام الله. مين اللي قال حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه؟ ملوك الأول 18-15 إيليا قال كده، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. مين اللي قال نفس العبارة دي؟ إيليا. شوف قال إيه؟ فقال إيليا حي هو الرب الجنود الذي أنا واقف أمامه، الذي أنا واقف أمامه. نجيب ملوك الثاني 3-14. أليشع قال إيه؟ حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. ملوك الثاني 3-14. فقال إليشع حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. فكلمة يعني أكتب إليكم إليكم هوذا قدام الرب فيها رهبة، فيها خشوع، فيها إحساس بالوجود أمام الله، فيها إحساس بالوجود الله. وشعار كل مؤمن يقول إيه؟ حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. شعار كل مؤمن إن هو موجود وجود دائم أمام الله. والكتاب المقدس يعلن في رومية 8:35 من يفصلنا عن محبة المسيح. احنا موجودين معاه على طول. مش احنا بنقول المسيح فينا واحنا في المسيح؟ هو فينا يسيبنا ويمشي؟ لا، ما يسيبناش يمشي، هو ساكن، هو ساكن. شوف الآية الحلوة دي، من يفصلنا؟ احنا موجودين باستمرار مع المسيح. من يفصلنا عن محبة المسيح؟ فشد أم ضيق أم اضطهاد أم قوة أم عري أم خطر أم سيف. ده الوجود أمام الله، رهبة، خشوع، إحساس الدائم. ما هو الهدف من قوله قدام الرب؟ ليه قال إن أنا باستمرار قدام الرب؟ في طبعا أهداف، في سبب. كان في شكوك في رسوليته، كانوا بيشكوا في رسوليته. حتى الغلطيين سابوا الكلام اللي قالوا لهم بولس وابتدوا يتبعوا المعلمين الكذبة. فقال لهم الكلام اللي أنا بقوله لكم ده قدام الرب. فعشان كده يزيل كل ريبة وكل شك في الأذهان من جهة رسوليته ومن جهة إيمانه، من جهة رسوليته ومن جهة إيمانه. بعد كده ينفي نفيا قاطعا بأن اليهود بيقولوا عليه رسول كذاب، كانوا بيقولوا عليه رسول كاذب. فهو بيقول لا، ده أنا قدام الرب. فينفي نفيا قاطعا أنه يعني كاذب. الحاجة الثالثة عشان يعطي اهتمام لكلامه، هو بيكتب ليهم فبقول لهم أنا قدام الله، يعني الله أمامي في كل كلمة أنا بكتبها، مش بكتب من عندي، لا أنا بكتب أمام الله. فعشان كده يدوا كلام ليه، يعني اهتمام لكلامه. نيجي الآية 21. احنا بنقول الآيات دي آيات تاريخية بيذكر فيها تحركات بولس الرسول، بس حلو ان احنا نعرف تحركاته ونتعلم منها، ما فيش حاجة ما بنتعلمش منها يعني. وبعد ذلك جه إلى أقاليم سورية وكيليكية. يعني تحركات بولس الرسول احنا قلنا هو آمن سنة 35 وقعد 3 سنين في العربية ودمشق، وبعدين زار الزيارة الأولى سنة 38 واتقابل مع مين؟ مع بطرس ويعقوب. وغادر أورشليم، ساب أورشليم بعد الزيارة دي نتيجة مكيدة. كل ما يروح في بلد في مكيدة لتدبير قتله. فنقرأ في أعمال 9:29 عن تركه لإيه؟ عن تركه لأورشليم. يعني هو ترك أورشليم وراح إلى سوريا وكيليكية. وكان يخاطب ويباحث. أعمال 9:29 كان يخاطب
ويباحث اليونانيين، فحاولوا أن يقتلوه. حاولوا أن يقتلوه. الكلام ده كان فين؟ في أورشليم. كان في أورشليم في ال15 يوم اللي كان فيهم في أورشليم. راح ساب أورشليم وذهب إلى سوريا وكيليكية. ليه ساب أورشليم؟ هنقول 3 أسباب. السبب الأول تجنب خطر القتل الذي كان يهدده في أورشليم. السبب الثاني وهو الرئيسي الأمر الإلهي للكرازة للأمم. هنجيب أعمال 22-21. أعمال 22-21. أعمال 22-21 بيقول إيه بقى؟ بيقول فقال لي، الرب قال له، فقال لي اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. يعني أنت مالكش دعوة. أنت على فكرة قال له الآية قبلها، قال له في أورشليم مش هيسمعوا كلامك ومش هيصدقوك. أنت روح للأمم بعيدا. أنت روح، اذهب إلى الأمم بعيدا. اذهب إلى الأمم بعيدا. يبقى أول سبب ليه راح سوريا وكيليكية تجنب خطر القتل. تاني حاجة إطاعة الأمر الإلهي بأنه يبشر بين الأمم. ثالث حاجة زيارة مسقط رأسه والتي كانت عاصمة كيليكية، اللي هي مين فاكر مسقط رأسه كان طرسوس. طرسوس كانت مسقط رأسه طرسوس. فهو برضه الإنسان بيحن للمكان اللي اتولد فيه، للمكان اللي اتولد فيه. فكانت مسقط رأسه هي طرسوس. فطرسوس دي كانت عاصمة كيليكية. طب ايه هي سوريا وايه هي كيليكية؟ نديكم فكرة جغرافية عنها. سوريا دي كانت في الكتاب المقدس في العهد القديم كان اسمها أرام. اسمها أرام، اللي هو كان منها نعمان السورياني اللي قال يعني في دمشق ليس نهراء يعني دمشق يعني أبانا وفرفر فيهم الشفاء، اشمعنى نهر الأردن يعني. فهو يعني سوريا كان اسمها أرام، لكن في الوقت الحديث تعرف باسم بلاد الشام أو سوريا. حاليا اسمها بلاد الشام أو سوريا. عاصمتها حاليا؟ عاصمة سوريا دمشق. هي كانت العاصمة القديمة برضه، يعني دمشق ما اتغيرتش، عاصمة دمشق ما اتغيرتش. لكن أهم مدن سوريا مدينة حلوة جدا لازم ناخد بالنا منها ونحفظها، لأن فيها عبارة حلوة جدا هتيجي دلوقتي. أهم مدينة في سوريا أنطاكيا. أهم مدينة في سوريا هي أنطاكيا. الآية الحلوة اللي أنا بقول لكم عليها أعمال 11-26. أعمال 11-26. شوفوا إيه اللي حصل في أنطاكيا. فحدث أنهم اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا. شوف العبارة اللي جاية: ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. أول اسم يتقال عليك مسيحي كان في أنطاكيا. يبقى أنطاكيا بلد حلوة ولا؟ طيب نجيب آية تانية عن أنطاكيا في أعمال 13-2. في أعمال 13-2 يعني أول حاجة حصلت في أنطاكيا إن التلاميذ دعوا مسيحيين أولا. تاني حاجة وبينما هم يخدمون الرب ويصومون في الروح القدس. لا، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه. تاني حادثة حصلت في أنطاكيا إفراز برنابا وشاول للخدمة. إفراز برنابا وشاول للخدمة. ثالث حاجة حصلت في أنطاكيا أعمال 13-4. أعمال 13-4. فهذان إذ أرسل، هذان مين؟ برنابا وشاول. إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكية، ومن هناك سافر إلى البحر إلى قبرص. دي رحلة بولس الرسول الأولى انطلقت من أنطاكيا. فليه أنطاكيا بلد مهمة؟ دعي التلاميذ مسيحيين أولا فيها. تاني حاجة تم إفراز بولس وسيلة للخدمة. ثالث حاجة بدأت الرحلة الأولى من أنطاكيا. ده إقليم سوريا. إقليم كيليكية فين بقى؟ إقليم كيليكية
سوريا معروفة على البحر الأبيض المتوسط فوق لبنان. كيليكية بقى تقع في الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى. فين آسيا الصغرى دلوقتي؟ هي تركيا. آسيا الصغرى دلوقتي اللي هي تركيا حاليا. وكانت عاصمة كيليكية طرسوس، وطرسوس قلنا مسقط رأس مين؟ الرسول بولس. فاحنا قلنا ليه راح هناك؟ تجنب خطر القتل، إطاعة الأمر الإلهي بأنه يكرز بين الأمم، زيارة مسقط رأسه في كيليكية اللي هي طرسوس. وبعدين الكيليكية دي كانت تحت الحكم الروماني، وكان بولس الرسول لأنه من كيليكية متمتع بالجنسية الرومانية والرعوية الرومانية. أعمال 22-25 هقول لكم هو يعني مبسوط إنه كان روماني برضه. فلما مدوه للسياط برضه كان في أورشليم، قال بولس لقائد 100: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ فإذا يعني كيليكية دي كانت تحت السيطرة الرومانية، عدد 22 و 23. ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي قبلا يتلفه. كان قبلا يتلفه. إيه ده يا رسول بولس؟ يعني نرجع لآية 22: لكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي أنا عايز ألتقط كلمة في المسيح. مش قلنا في ابنه قبل كده؟ طيب جت في المسيح دلوقتي. اقتران الكنائس بعبارة في المسيح، فدي عبارة ايه رأيكم؟ عبارة حلوة ولا لا؟ الكنائس دي في المسيح، الكنائس في عبارة حلوة، عبارة جميلة. يعني لأن الرب يسوع هو عريس الكنيسة، أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، لكي يقدسها بالكلمة، ليحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا غضن فيها ولا عيب بل تكون مقدسة. فالكنيسة دي في المسيح، فهي موجودة في المسيح. فحلو جدا انه يقول على الكنيسة في المسيح. طيب الكنيسة اللي في المسيح اللي هي الأرثوذكسية ولا البروتستانتية ولا الكاثولية؟ الكنيسة يا حبايب هي جماعة المؤمنين، كل المؤمنين في الكنيسة. الكنيسة هي جسد المسيح، ولا يوجد فوارق روحية. ماليش دعوة بالفوارق الجسدية، أنا بقول روحية في كنائس المسيح المقدسة المجيدة التي لا دنس فيها ولا غلط. كله في المسيح. لكن بقول ولكننا كنت غير معروف بالوجه. ليه يا بولس؟ مع انك انت كنت في اورشليم وبتاخد التعليمات من رؤساء الكهنة. ايوه، هو كان معروف وغير معروف. هو كان في اورشليم لكن كان معروف وغير معروف. كان معروف لمين؟ للمجامع اليهودية. هو ماله مال الكنائس؟ ده اعتقد ان الكنائس كانوا كلها مستخبية، كانوا كلهم بيصلوا في السر. هو ماله مال الكنائس؟ لكن كان معروف بالوجه مع مين؟ مع المجامع اليهودية اللي كان يأخذ منها الرسائل لاضطهاد المسيحيين. أما الكنائس ما كانش معروف عندهم. لكن الكنائس كانت تسمع عنه، إن اللي كان بيضطهدهم قبل كده بيخدم دلوقتي ويكرز بالمسيح. فكان تملأهم التعزية والفرح والشكر للرب إنها حولت هذا المضطهد إلى مبشر الذي كان يطلب الكنيسة، هو يكرز بالإيمان الذي للكنيسة.
وما زالت معجزة النعمة قائمة ولا خلصت؟ ما زالت معجزة النعمة قائمة لخلاص كثيرين. الباب مفتوح، والرب يقول ها أنا ذا قد جعلت أمامك باب السماء مفتوح، باب النعمة مفتوح، باب الخلاص مفتوح، باب الغفران مفتوح، باب إصلاح علاقة متوترة مفتوح. أبواب الأمجاد كلها مفتوحة ليك، سواء كنت بعيد تيجي تقبل الرب أو مؤمن تيجي ترتمي في أحضان الرب. كل هذه الأبواب أبواب مفتوحة. آية الأخيرة 24 فكانوا يمجدون الله فيا، فكانوا يمجدون الله فيا. تعرفوا كانوا بيمجدوا الله فيه لأن خبر إيمان بولس من حلاوته يكاد لا يصدق. أحيانا خبر كده من حلاوته يعني كأنك مش عايز تصدقه. يعني فاكرين حتى خبر قيامة الرب يسوع، خبر قيامة الرب يسوع من حلاوة القيامة التلاميذ مقبولين كأنهم مش مصدقينه. اقرأ له 24-41 وبينما هم غير مصدقين، المسيح قام لكن هم من حلاوة الخبر كأنه مش مصدقينه. وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبين قال لهم أعندكم ها هنا طعام؟ ده هو الرب. كانوا كأنهم غير مصدقين. وهنا من الفرح كان التلاميذ، كان المؤمنين اليهود في أورشليم لما سمعوا بإيمان بولس كأنهم غير مصدقين. عشان كده كانوا يمجدون الله فيه، كانوا يمجدون الله فيه. طب ليه يمجدوا الله فيه؟ برضه هقول لكم يعني 3 أسباب ليه بيمجدوا الله في بولس. ليه؟ أول حاجة التغيير الرائع الغير متصدق الذي حصل لبولس من مضطهد للكنيسة إلى كارث. الحاجة الثانية والجميلة، خدوا بالكم الحاجة الثانية حلوة جدا، تأكدوا من أن الإنجيل الذي يكرز به بولس هو نفس الإنجيل الذي تعلموه من من الرسل في أورشليم. ليه؟ لأن المصدر واحد، المصدر واحد. الأرثوذكس، البروتستانت، الكاثوليك، المصدر المصدر واحد، المصدر واحد رغم اختلاف الأماكن ورغم اختلاف الطرق. فهم فرحانين إن الإنجيل اللي بقول بيه هو نفس الإنجيل اللي هم قبلوه من الرسل. الحاجة اللي بعد كده إن عمل النعمة، عمل المسيح بالنعمة مستمر وقادر أن يخلص أشر الخطاة. هنجيب الآية الحلوة دي تيموثاوس الأولى 1:15. تيموثاوس الأولى 1:15 صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، الذين أولهم. تيموثاوس الأولى 1:15. تيموثاوس الأولى 1:15. طيب احنا يعني مش مطلوب مننا احنا نمجد الله؟ نمجد الله. كيف نمجد الله؟ الطريقة السليمة التي نمجد بها الله أن نسلك حياة القداسة. متى 5:16 فليضيء نوركم، دي آخر آية هنقولها، فليضيء نوركم. هذا بتمجد الله، يعني تنتهي بتمجيد الله. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا. عايز تمجد الله؟ نقول له مجدا في الاجتماع، أمين، لكن بأعمالك لازم تمجده. يروا فيك شخص المسيح، بأعمالك لازم تمجد الله. احنا نشكر الله من أجل كلماته الحية الفعالة حتى إذا كانت تاريخية لكن فيها بركة. ونشكر قناة السمير الصالح
القناة الرائعة اللي تنشر كلمة المسيح في كل مكان.